سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. جبت لكم اليوم واحدة الوصفة رمضانية، وصفة علامة. جبت لكم وصفة السمبوسة ولا وصفة بوراك العجين المقلي، كل واحد كيفاش يعيط لها. المهم وصفة تجي بزاف شابة وتوالم الشهر الفضيل، ونقدروا نعوضوها في بلاصة البوراك. كيما على بالنا بلي الواحد كل مرة بوراك بوراك يمل. 30 يوم تاع البوراك بزاف. الواحد خطات يدير سمبوسه، خطا دي سوفلي، خطا دي ميني بيتزا، خطا دي كيش، دي كورني، كل خطا وكيفاه باش ما يكراش من الحاجه. كيما راكو تشوفوا هنايا السمبوسه تاعي، نخليكم كالعاده والعوايد مع المقادير. هنايا عندي 3 كيسان تاع الفرينه، وزدت لها حوالي نص كاس تاع الزيت. النص تاعي ماشي معمر بزاف. ونزيد هنايا حوالي مغرفة تاع صغيرة تاع خميرة الحلوى، ومغرفة تاع الخل، مغرفة تكون كبيرة تاع الخل. وبلا ما ننساو الملح، هنايا ضفت حوالي مغرفة صغيرة تاع الملح. خلط كامل هذوك لي زانغريديون مع بعض حتى نبسس العجينه تاعي، ونبدا نطمها بالماء. الماء هنايا ماشي شرط يكون دافي ولا سخون، ما عادي. انا الكاس اللي كيلت به الزيت فرغت فيه الماء، سي بور سا تشوفوا لا كولور شويه تاع الماء شويه تبدلت. نطم كامل العجينه تاعي حتى نتحصل على القوام اللي حبيته. القوام تاعي لازم يكون طري، ما لازمش يكون يتلاصق في اليد، وما لازمش يكون يابس، يكون قوام عادي. نطم بيا العجينه تاعي، نحاول هكا نطمها ولا نعجنها حوالي دقيقه برك باش تولي لي ملساء، ونخليها اكوتي. هنايا تقدري تسبقي في لافارس تاعك باش تولي العجينه، بيسك لافونتاج تاع هاد العجينه ما حاش نخلوها تخمر. انايا سبقت فيها وخليتها اكوتي وجيت باش ندير لافارس تاعي. هنايا عندي شويه تاع صدر تاع الدجاج، سنه ثوم مسكرفجي في رقيق، نص حبه بصل مسكرفجه في رقيق، شويه سكنجبير، فلفل كحل، كركم، والملح، بلا ما ننساو الزيت. نخلط كامل هادو لي زانغريديون مع بعض ونحطهم على النار يتقلاو لي مع التحريك المستمر. كيما على بالنا باللي الدجاج وكان ما نضلوش نحركوه حيولينا كتله وحده. هنايا بعد ما تقلى لي كامل هذاك الدجاج والبصل وكامل لي زانغريديون، واش راح ندير؟ نضيف لهم شويه تاع الزيتون مقطع في رقيق، وشويه تاع الفرomاج غابي والفرomاج فوندو. كميه تاع لي فرomاج هنايا اختياريه، ديري الكميه اللي تحبيها والنوع اللي تحبي. نخلط كامل هادو لي زانغريديون مع بعض بلا ما نساو المعدنوس، ونخليها اكوتي حتى تبرد لي كامل. ونجو العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا العجينه اللي تحصلت عليها. نحل العجينه تاعي على السمك يكون شويه رقيق، ما لازمش يكون خشين باش العجينه تاعنا طيبلنا. ونقطع دوائر باستعمال لومبورت بياس ولا اي شكل دائري. هنايا الى عندك المول تاع لي سوفلي خدمي بلي مول تاع لي سوفلي خير، يجولك على حبه. انا المول تاع لي سوفلي هنايا تكسر لي، الو خدمت غير باليد كيما راكم تشوفوا تاع الدوائر تاعها، وتحليتهم بيسكو شويه لاباط تجينا الاستيكي. نغلقهم بيان ونحاول نعطي لهم الشكل تاع السوفلي. الطريقه راهي واضحه، دوك تشوفوها بيان وبسيطه. قلت لكم الا عندكم المول تاع السفلي من الاحسن تستعملوا لي مول تاع السفلي باش يجوكم على حبه وتساعدكم بزاف في الخدمه. هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا راح نكمل كامل الحبات توعي بنفس الطريقه اللي راكم تشوفوها. وكاين اللي ما يحبش يغلقها بهذا الشكل يديرها غير بلا فورشيت، بصح انا نفضل هذه الطريقه خير، نضمن بلي ما يتحلوليش في المقله. نكمل معاكم كامل هاد العجينة حتى نتحصل على السمبوسات بنفس الشكل كامل. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون خفيفة ظريفة عليكم وتنال اعجابكم. واذا كنتوا اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش تدعموني باللايكات تاعكم والتعليقات تاعكم. انا نكمل كامل العجينة تاعي راح نفاصونيها، وان شاء الله نتلاقاو باش نقلوهم.
كيما راكم تشوفوا الحبات تاوعي بعد ما كملتهم كامل حطيتهم في صينيه، ومن جهه واحده اخرى كنت حطيت الزيت يسخن، ونبدا نقلي الحبات تاوعي بهذه الطريقه. نقليهم غير بالعقل بيسك لازم نرموا عليهم الزيت من الفوق باش يديروا ليه هذوك المبابل، وكمان نرموش عليهم الزيت من الفوق ما حاش يديروا لي المبابل، وتاني ما حاش يتقلاو لي بيان. كيما نقولوا السفنج لي بيني لي دونات، هاي الطريقة اللي نقلو بها. ان شاء الله برك الفكرة تكون واضحة وتوصلكم، وان شاء الله حنتلاقاو على طاولة التقديم. هنايا بعد ما كملت كامل قليتهم درتهم في صحن التقديم، درت من تحت شويه تاع سالاد قرنيتو بشويه تاع لي طرونش تاع لا طوماط وشويه زيتون ومعدنوس. هاي السمبوسه تاوعي، وزدت رافقتهم بشويه تاع شربه وفلون. جبت لكم ريحه رمضان تاع الصح. دوك نحل معاكم حبه باش تشوفوها وتصدقوا لي جاو لي خفاف، ما رفدوا لي لا زيت، وجاو لي مقرمشين، وجاوني علامه. المهم جربوا هذه الوصفه ورجعوا لي بالخبر. وفي نهاية الفيديو معليا غير نقولكم يعطيكم الصحة وشكرا، وانتظروني مع وصفة جديدة، وراح إن شاء الله يكونوا وصفات رمضانية.